يمكن في اخبار انتشرت في الفترة اللي فاتت وقالت ان في لاعب كان بيلعب في النادي الاهلي ومشي، او الاهلي باعه، والنادي الاهلي قص نبض اللاعب ديت، واللاعب مرحب بالعودة للنادي الاهلي. طبعا كان ابرز اللي صرح الكلام ديت وهو الكابتن احمد شوبير عبر برنامجه الاذاعي اونو سبورت اف ام اللي بيتذاع كل يوم الساعة 9 صباحا. طبعا بس مرضوش يقول اسم اللاعب. طبعا بعد كده يعني قال اسم اللاعب وهو محمد عبد المنعم. يمكن السوشيال ميديا كلها اتكلمت ان النادي الاهلي قص نبض اللاعب محمد عبد المنعم للعودة للاهلي والمشاركة معاه في كأس العالم للأندية، طبعا بعد دم حمدي فتحي من الوكرة القطري. طبعا لما الاهلي كلم محمد عبد المنعم، اللاعب رحب بالعودة للنادي الاهلي والمشاركة معاه في كأس العالم للأندية. هل محمد عبد المنعم هيعود للأهلي تاني، ولا هل نادي نيس هيرفض؟ بالنسبة للأهلي ومحمد عبد المنعم موافقين، بس ناقص الاتفاق مع نادي نيس الفرنسي، ويصبح محمد عبد المنعم يعود لبيته من جديد. هنشوف الأيام الجاية فيها ايه والأخبار الجاية إن شاء الله، لو في أي جديد هنقول لكم.